بعد شهور من الغموض وأخيراً تسريبات صادمة تكشف الوجه الخفي لحياة بشار الأسد وعائلته في موسكو. قصور فاخرة، حراسة غير مسبوقة، وعزلة تامة. فلماذا يختبئ؟ ومن الذي يطارده حتى في المنفى؟ معلومات لم تكشف من قبل، وشهادات حصرية تنقل للمرة الأولى عن طريق الصحفي الذي يراقب الأسد في موسكو، والذي قرر أن يتكلم دون الكشف عن هويته. ما رأيته عن حياة بشار الأسد هنا بعد سقوط نظامه كان غريباً ومتناقضاً. تفاصيل غير منطقية، إجراءات استثنائية، وطبقات من السرية لم أرى مثلها من قبل. لكن دعوني أخبركم بشيء في البداية ولنكن صريحين تماماً. الرئيس الروسي بوتين حتى هذه اللحظة لم يتخلى عن الرجل الذي سلم له سوريا على طبق من ذهب طوال السنوات الماضية. اليوم الأسد ليس مجرد لاجئ سياسي أو زعيم سابق يعيش في المنفى، بل هو شخص تحيط به حراسة غير مسبوقة، حراسة لا تمنح إلا لأهم الشخصيات في روسيا. نصف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مسؤول عن حمايته هو وعائلته هنا في موسكو. لكن لماذا؟ من الذي قد يشكل خطراً عليه حتى في قلب روسيا؟ ولماذا كل هذا التعتيم على حياته؟ ما أعرفه أن هذه الحماية ليست مجرد خدمة تقدمها روسيا للأسد، بل هي أيضاً وسيلة للسيطرة عليه وإبقائه تحت المراقبة المشددة. لكن في المقابل الأسد لم يأتي إلى موسكو خالي اليدين. المال هو الورقة الرابحة التي يمتلكها حتى هنا. بعيداً عن الثروة الهائلة التي جلبها معه من سوريا، فإن الأسد يمتلك عقارات عديدة في روسيا موزعة في أماكن مختلفة وعلى مدار سنوات، بينها 19 شقة فاخرة قيمة الشقة الواحدة تتجاوز مليوني دولار. هذا غير القصر الفخم الذي خصص له في موسكو. لكن المفاجأة الكبرى، الأسد لم يستخدم أي من هذه العقارات التي خصصت له. لم ينتقل إلى قصره، لم يعش في شقق فاخرة مطلة على نهر موسكو كما يفعل غيره من الزعماء المنفيين، بل فضل العيش داخل مجمعات سكنية محصنة حيث الحماية أقوى وأكثر تشدداً. لماذا؟ البعض يقول إن ذلك بسبب وضعه الصحي أو بسبب الحالة الصحية لزوجته، لكن هناك ما هو أعمق من ذلك. هناك أمور مخفية وراء هذا القرار. الأسد لا يشعر بالأمان حتى مع كل هذه الحماية، فهو يعرف أنه في خطر دائم. لماذا؟ لأنه يسمع الأصوات التي تطالب بمحاكمته، يسمع أصوات السوريين الذين يطالبون بالانتقام، وأيضا أصوات القادة الدوليين الذين يحرجون روسيا مراراً بمطالبات تسليمه للمحكمة الدولية. هذا المشهد أصبح كابوساً للرئيس المخلوع. هو يعلم أنه حتى داخل موسكو لا يمكنه التصرف بحرية، ولا يمكنه الوثوق بأحد، لا يمكنه العيش كأي زعيم سابق. انتهى دوره السياسي، بل هو رجل يعيش في الظل، ممنوع من الحركة، ليس بأوامر من أحد، ولكن لأنه يشعر بالخطر الذي يطارده في كل مكان، وكأنه يعيش في قفص من ذهب. ما يحتاجه بشار الأسد اليوم هو نسيان السياسة ولقاءات القمة مع الزعماء. فالحقيقة التي لا يريد الأسد الاعتراف بها، وربما لا يزال يرفض تصديقها، هي أنه لم يعد رئيساً، ولم يعد زعيماً، ولم يعد حتى شخصية سياسية مؤثرة. لكن مشكلته أنه لم يكن يوماً رجلاً يقبل بالهامش، وروسيا لم تستقبله فقط لتؤمن له حياة مريحة. هو يعرف جيداً أنه إذا أراد البقاء فعليه أن يجد لنفسه دوراً جديداً. السياسة لم تعد خياراً، لكنه يملك ما يكفي من المال ليصبح لاعباً قوياً في عالم الأعمال. لا أحد يتوقع أن يظهر بشار الأسد كرجل أعمال يدير صفقاته بنفسه، لكنه لا يحتاج إلى ذلك، فلديه أبناؤه والمقربون منه، وهم الذين سيتولون هذه المهمة نيابة عنه. بدأ فعلياً في نسج علاقات اقتصادية داخل موسكو، وهناك رجال أعمال روس من الدائرة المقربة للنظام سيعملون معه، ليس لأنه زعيم سابق، بل لأن الأموال التي جلبها من خزائن سوريا تتحدث عن الكثير. الفرصة هنا لا تتعلق فقط بالأسد، بل بموسكو نفسها. هذه المدينة تعج بلاعبين أقوياء يعرفون كيف يستفيدون من أي ثروة جديدة تدخل السوق، وبشار الأسد واحد من هؤلاء الذين يملكون المال، لكنه لا يملك القوة. وهنا تبدأ اللعبة. في روسيا لا أحد يمنح الأمان مجانا، لا أحد يبقى للأبد، وكل شيء هنا له ثمن. الروس لن يبقوا الأسد هنا للأبد لمجرد أنه كان حليفا لهم، بل لأنه يملك ما يجعلهم يستفيدون منه. لكن بمجرد أن تتغير المصالح، كل شيء يمكن أن ينقلب في لحظة واحدة. الأسد اليوم لا يملك خيارات كثيرة، لا يستطيع العودة، ولا يستطيع الرحيل، ولا يستطيع ممارسة السياسة. لكن المال قد يكون طوق نجاته الأخير، أو ربما يكون الفخ الذي سيجعله مجرد ورقة محروقة في أي لحظة. وسط العزلة التي يعيشها بشار الأسد في موسكو، هناك عزلة أخرى أكثر قسوة وأكثر غموضاً: أسماء الأسد. فالتقارير تؤكد أن سرطان الدم الذي أصابها تفاقم بشكل خطير. حالتها الآن حرجة جداً، وتم نقلها إلى أحد المرافق الطبية المرموقة في موسكو.
حيث تخضع لعزل طبي صارم لتقليل مخاطر العدوى. لا يسمح لأي شخص بالاقتراب منها سوى فريق طبي خاص، وأي معلومات عن تطور حالتها يتم التعامل معها بسرية تامة. لكن رغم أنها معزولة عن العالم، فهي ليست بمعزل عن الاتهامات، إذ وجهت اتهامات إلى أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد بالمتاجرة بأعضاء الأطفال في دور الأيتام. وعرضت قناة العربية مقابلة تلفزيونية لمجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد، اتهمت فيها أسماء الأسد بالتورط في تجارة أعضاء الأطفال في إحدى دور الأيتام بسوريا. وقالت جدعان خلال المقابلة إن مصادر موثوقة أخبرتها أن أسماء الأسد كانت تنقل الأطفال إلى دور لقطاء، مع العلم أن أهلهم شهداء ومعروفو النسب، مشيرة إلى أنها كانت تبيع الأطفال لتجارة الأعضاء. أولاد شهداء مطالعتهم الخانم لدار زيد واعتبرتهم لقطاء، إما للتجارة فيهم أو للاتجار بأعضائهم، وهذا الشيء أنا أرعبني. يعني أسماء الأسد كانت تتاجر بأعضاء الأطفال؟ زوجة بشار الأسد؟ هيك أنا وصلتني أخبار، وبعون الله موثوقة. وخرج حافظ الابن ونشر عبر حسابيه في تليجرام وإكس تفاصيل جديدة حول ليلة نظام الأسد الأخيرة، وأكد أنه لم تكن هناك أي خطة ولا حتى احتياطية لمغادرة دمشق. وروى كيف تلقوا مكالمة من مسؤول روسي يطلب من عائلته مغادرة دمشق إلى اللاذقية بسبب خطورة الوضع. وكتب أنه بالرغم من أصوات الرمايات البعيدة لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف الذي اعتدناه منذ السنوات الأولى للحرب. واستمر الوضع على هذا الحال إذ كان الجيش يحضر للدفاع عن دمشق، ولم يكن هناك ما يوحي بتدهور الأمور حتى خبر انسحاب الجيش من حمص الذي كان مفاجئا، كما كان قبله انسحاب الجيش من حماه وحلب وريف إدلب. كل شيء رأيته هنا يؤكد لي شيئا واحدا: بشار الأسد لن يبقى في موسكو للأبد. الروس ليسوا حمقى ليحتفظوا به إلى الأبد، والتاريخ يقول إن من فقد قيمته السياسية يتحول إلى عبء. هناك حديث يدور في الخفاء. بعض الدوائر المقربة من السلطة في موسكو تتحدث عن خيار التخلي عنه إذا أصبح بقاؤه عبئا على المصالح الروسية. هناك من يلمح إلى أن روسيا قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض بشأنه، وربما حتى تسليمه في صفقة سياسية كبرى. محاكمة الأسد ليست مجرد احتمال، بل قد تكون أقرب مما يعتقد البعض. الضغط الدولي يتزايد، والأصوات المطالبة بمحاكمته لم تعد مجرد شعارات، بل تحركات حقيقية في الكواليس. إذا كان الأسد يعتقد أنه وجد في موسكو ملاذاً آمناً، فهو واهم. في هذه المدينة لا شيء مضمون، وما قدم له اليوم قد يؤخذ منه غداً.